سؤال، هو لو خرج جوردن ادوارد من النادي ليه شرط جزائي يعني في عقده؟ في شرط جزائي تقريبا يعني من 20 ل 25 مليون جنيه في يا لهوي يا لهوي يا لهوي يي لهوي. حالة خروجه من النادي لو مجلس الإدارة قال يمشي، ان مجلس الإدارة قرر ان هو يمشيه. لك الله يا زمالك. اهو اتفضل يا عم، طيب مش ما ترد عليه، رد عليه، هو ما تردش عليا انا. مش قصه حول ولا اضرب كف بكف يا حاج، لا حول ولا قوه الا بالله. صدق ده هو اللي عامل العقد كده. انا بكلمك العقد في قصه طبعاً. ثانيه. حد انت يعمل دلوقتي عقد كده. شايف البيان كمجلس اداره والجماهير شايفه ان هو هجوم على مجلس اداره، يبقى مجلس الاداره لازم ياخد قرار. سلم على امك. ممكن اتكلم بصراحه شويه يا جماعه؟ واولا شرف لاي واحد يخش نادي الزمالك ويشتغل طبعاً. فيه. تمام. ان انا احط شرط جزائي ومجلس الاداره يوافق عليه بالثمن ده، الموضوع فيه مش عايز اقول شبهات ولا لا الكلام لا ده، لا، ما نقدرش لكن لا لا مش لا. هقدر اقول كده. لا لا لكن لا لا. بامانه لا مفيش. بامانه اي حد يخش نادي الزمالك المفروض يعني لما هيشتغل جوه، انت كنت تتمنى تخش النادي ده صح؟ انتوا حثالة المجتمع وطفلة الحشرة حمار. تحط الرقم كبير زي دوت على النادي في حاله ده اتفاق مجلس ده الإدارة. اتفاق يا اتفاق. طارق، هو الكوره بقت خلي بالك يا طارق، هو بس دي غلطه، دي خلاص يا دي جماعه، غلطه من مجلس احنا نقول الاداره، ان هم دي ناس غلطه ناجحه من وناس مجلس الاداره. كويسه. مش محتاجة حاجة يعني. اقول لك انه الكلام اللي بيتقال ده كله ده بيؤدي الى بالراحه منظومه فشل. بالراحه بس يا اسلام. منظومه اساس فشل، المشكله ايه كلها؟ نرجع بقى لأساس منظومه فشل مستحقه. الله أكبر عليك.